الولا فوق ده بقى اللي عرفكم بتوليفاته بقهوته بكلاكيعه في القهوه ده بيشرب ايه؟ انا بشرب 25 جرام من البن البرازيلي على 25 جرام من البن الكولومبي على 25 جرام من البن الهند الارابيكا، خلطه اعتياديه جدا وكل الناس اللي عارفاني واللي ال 73,000 تقريبا اللي متابعيني عارفين خلطتي ايه. الخلطه دي بتطلع كريمي جدا يا جدعان، ريحه الكولومبي مع الميكس بتاع الهند الارابيكا كده، طعم الشوكليت بيبقى ظاهر جدا 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 مع كريمه البرازيلي، بصراحه في حته تانية خالص. الخلطه دي بتطلع معايا اول درجات الوسط كده، وانا بصراحه مش من الاعتيادات الناس اللي بتحب البن الفاتح الاول الاشقر ده، بحسه لسه حاجه كده ما خدتش حقها في التحميص، يعني انا بحب الحاجه تاخد حقها. حط المعلقتين البن بتوعك وقهوه يعني تلج. احنا عايزين يا جدعان الانسجه بتاعت البن مع انسجه الميه يتمكسوا في بعض ويحصل بينهم حاله تشبع، فبالتالي بنحط تلج عشان تفضل اكتر مده على النار. يعني ده حاجه معروفه، واي حد بيسمع فيديوهاتي انا عارفكم بالمعلومه دي. علشان تقدروا تعملوا فنجان قهوه حلو لازم القهوه تفضل على النار كتير. هتقعد تعمل لي بقى، وانا بصراحه بحب الطشه اللي هي شفت الطشه اللي هي الاخيره دي، طشه كده تحس ان